توجد الموهبة بالفطرة مع الإنسان منذ ولادته، ولكن العمل عليها وتطويرها وتنميتها يعد من الأدوار الهامة للأسرة والمدرسة، حيث أنه في مصر ملايين الشباب الموهوبين في إحدى المجالات على الأقل، مثل مجالات الفنون والعلوم والثقافة، إلا أنهم في انتظار من يقوم بالكشف عن موهبتهم ويقدم لهم الدعم المادي والعلمي حتى يتحولوا من مجرد موهوبين لمحترفين يفيدون أنفسهم والمجتمع. ومن هؤلاء الموهوبين محمد صلاح سليم، 22 عاماً، طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم العمارة. تم اكتشاف موهبته في مجال الرسم منذ المرحلة الابتدائية، إلا أنه خلال العامين الأخيرين قرر أن يخرج خارج الصندوق ويمزج بين كثير من أدوات الرسم ليخرج لنا لوحات مميزة، إلى جانب استعمال بعض الخامات التي ليست لها علاقة بالرسم على الإطلاق، مثل خامة القهوة. لقد استعمل محمد فن ثلاثي الأبعاد الذي يعد قفزة نوعية في عالم الرسم. إنه شاب طموح يمثل جيلا كاملا من الموهوبين والذين في انتظار تسليط الضوء عليهم. زي ما شفنا مع حضراتكم في التقرير اللي فات، يعني أعمال فنية هايلة جدا، المهم فيها إنها بره الصندوق. الفنان اللي معانا النهارده هو تاني حاجة حلوة بنقدمها لكم، هو فنان بيفكر بره الصندوق، موهوب جدا، وده باين من الرسومات اللي حضراتكم شفتوها. خلوني في الأول أرحب بالفنان اللي موجود معانا النهارده، محمد صلاح. أهلا بيك. اهلا وسهلا. مشرفنا ومنورنا فيها حاجة حلوة. ربنا يخليك، ده نورك. يعني اللي أنا شايفه يعني ده شيء هايل جدا، وشيء فيه إبداع وفيه عبقرية. محمد، عايزك يعني تقول لي كده وتقول لي للمشاهدين، انت بدأت ترسم امتى؟ بدأت تحس ان انت حابب ترسم الرسومات الجميلة دي امتى؟ طبعا هو الموضوع ابتدأ معايا من صغري يعني كهواية. ابتديت في الرسومات اللي كأي حد عنده هواية ان هو بيبتدي بيها، رسومات كرتونية وكده. ابتديت اطور الموضوع ده مع نفسي. يعني انت يا محمد كنت مثلا بترسم شخصيات كرتونية انت كنت بتشوفها في التلفزيون؟ اكيد طبعا. فالموضوع بدأ يتطور معايا من المرحلة دي. ان انا كنت برسم الحاجات دي فبتعجب اصدقائي يعني في المدرسة كنت وكده. بترسمها برضو بالجاف لا، ما كان الموضوع يعني بسيط جدا في الاول. تمام. سبت الرسم فترة طويلة جدا، يعني ابتديت التفت للموضوع ده من فترة قريبة جدا. ان انا ابتدي اطور الموضوع ده بشكل كبير يعني سبته يا محمد؟ ما كنتش بترسم خالص؟ من وقت لتاني، بس ما كانش الموضوع في بالي ان انا اقدر اطور حاجة كده، او ان انا ادخل في كذا مجال يعني في الرسم. الموضوع بدأ معايا من سنتين او 3. تمام. ابتديت يعني اركز على الموضوع. طيب من سنتين او 3 كان عمرك وقتها قد ايه مثلا؟ حوالي 19 سنة. 19 سنة. تمام، هايل. ابتديت بقى اطور الموضوع ده وادخل خامات جديدة يعني. خامات زي ايه بقى؟ في البداية طبعا، في مع بداية أول رسام يعني. أي رسام بيستخدم القلم الرصاص زي ما أنا عملت، لغاية لما وصلت فيه لدرجة كويسة يعني. ابتديت أدخل الفحم. الفحم مع القلم الرصاص ولا الفحم لوحده؟ فحم ورصاص مع بعض. تمام. بعدين بقى ألوان زيتية، ألوان مائية. لغاية لما في مرة كده جربت أرسم بالنسكافيه. ابتديت ارسم حاجات يعني كده بالنسكافيه. بالنسكافيه نفسه ولا بلون النسكافيه يا محمد؟ يعني انا برضو الموضوع ده محيرني. بالنسكافيه اللي هو مثلا انت تعمل كوبايه نسكافيه وبعدين ترسم بيها، ولا لون النسكافيه نفسه اللي هو البودره؟ لا، النسكافيه نفسه. هي جت معايا بالصدفه ان انا كنت بشرب نسكافيه وكده، فالفنجان ده لا. فانا ابتديت جبت ريشه، رسمت. كانت اول رسمه كانت لاحمد حلمي. احمد حلمي طبعا اي خامه جديده بجرب في احمد حلمي. ليه بقى احمد حلمي؟ احمد يعني حلمي انت كده استعجلت قوي. يعني انا شفت صوره احمد حلمي من ضمن الصور اللي انت راسمها. يعني انا عجبتني، انا حسيت انها فيها واقعيه شديده قوي. تمام. فكنت عايز اسالك يعني هل انت قاصد احمد حلمي ولا؟ طبعا احمد حلمي يعني من الفنانين اللي انا بحبهم جدا. يعني
يعني عندي طب نمبر 1 يعني في الفنانين. كتمثيل ولا ككاركتر شخصيه؟ الاتنين يعني على المستوى الفني والإنساني يعني فأي حاجة أي خامة ببتدي فيها فيعني من كتر ما أنا رسمت وحفظت يعني ملامحه، فبيبقى الموضوع سهل بالنسبة لي وحاجة أنا بحبها، فبجرب فيه حاجة جديدة يعني ببقى مستمتع يعني بالموضوع ده. تمام. يعني جربته بالنسكافيه؟ جربته بفنجان نسكافيه اللي وقع؟ عملت الغلاف بتاع الكتاب بتاعه 28 حرف. وبعد كده قررت تجربة تاني مع رسمة تانية بنسكافيه لأحمد حلمي. مع كل حاجة يعني أول مرة أجرب الفحم رسمت أحمد حلمي، بالجاف رسمت أحمد حلمي. الصورة اللي هي كان قاعد عامل كده وكان لابس نظارة صغيرة كده. بالظبط كده، دي كانت بالنسكافيه. طيب أنت جربت ترسم مثلا أصدقائك، حد في أسرتك في البيت أو كده؟ أسرتي طبعا مش كتير يعني، بس أنا متخيل إن أنت رسمتهم كلهم وإن أنت على طول لا ترسمهم. بالعكس، هو دايما المتصور يعني على الفنان إن هو دايما بيرسم أسرته كده، فده حاجة غلط جدا. مش مظبوطة المعلومة دي. لان تقريبا ما فيش رسام بيرسم عيلته. يعني تلاقي اي حد مثلا يقول لك ارسمني كذا، تلاقي يرسم لاي حد الا عيلته، فدي مع الرسامين كلهم. الا طبعا والدتي. والدتي طبعا عملت لها بروتريه كان من فتره قريبه، يعني سجلته فيديو ما شاء الله وانا برسم وكده. كانت مفاجاه يعني. خد مني بروتريه حوالي 40 ساعه شغل. طيب احنا ممكن يعني البورتريه ده انا شفته، بس ممكن نطلع بقى نوريه للساده المشاهدين، ايه رايك؟ ماشي، يلا بينا. اوكي. زي ما تابعنا مع حضراتكم يعني الرسمة الخاصة اللي رسمها محمد لوالدته، يعني احنا شايفين زي ما حضراتكم برضو شفتوا يعني إبداع وشيء جميل جدا في التخيل، وطبعا دي لازم تكون رسمة لست الحبايب. محمد يعني أنا بشكرك على الرسمة الجميلة دي. أنا من وجهة نظري يعني أهم يعني اللي بيميز البورتريه ده أو معظم رسوماتك في دقة شديدة حتى في الظل، في الشادو، في النتوءات اللي هي بتبقى في الجلد أو في الوش. يعني أنا شايف إن ده حرص جامد على التفاصيل، ولا دي وجهة نظر مش صح؟ أكيد طبعا، كل ما تدي الرسمة تفاصيل أكتر كل ما بيبقى فيها واقعية أكتر. تمام. وأنا ده اللي بحاول أوصل له دلوقتي في الوقت الحالي، إن أنا أوصل لأكبر قدر من تفاصيل الواقعية. أكبر من كده. التفاصيل كل ما تزيد تفاصيل كل ما يبقى الرسمة فيها واقعية، وده اللي أنا عايز أوصل له يعني. طيب ده فيما يخص الاشخاص يا محمد. تمام. هل انت تخيلت مثلا اماكن رسمتها بشكل 3D او 4D او 5D؟ موضوع 3D ده بدأ معايا ان انا شفت رسمة 3D معمولة فيديو كده، يعني الرسام طريقة الرسمة نفسها؟ طريقة الرسم. قلدت طبعا في الاول حاجات انا كنت بشوفها، كان توتوريال على اليوتيوب وانت اشتغلت حاجات عليه؟ على اليوتيوب. ابتديت اقلد حاجات يعني معينة، فابتديت يعني اطور نفسي في الموضوع ده بحاجات انا شايفها، لغاية لما وصلت نقطة معينة قلت لا، يعني لازم انا هشتغل مع نفسي. لازم الواحد يعني يعمل حاجة جديدة غير اللي موجود. مش هتفضل دايما تقلد حاجة موجودة. اكيد لازم تبتكر.
اكيد. ابتدأت ابتكر حاجة في حاجة، يعني بطرق جديدة بأشكال جديدة. لغاية لما وصل معايا الموضوع ان انا بقيت انا جزء من الرسمة، يعني انا برسم رسومات بيبقى الواقع جزء منها. الواقع جزء منها. طب يعني معلش ممكن توضح اكتر؟ تمام. في رسومات مثلا انا برسمها 3D. بعمل انا حاجة كده اكشن، بيبقى من الكرتون نفسه او الحاجة اللي انا واخدها. ببقى انا ظاهر معاها في الرسمة، ان انا انت شخصيا كمحمد بعمل مشهد كده في الرسم. فده تقريبا مش موجود كتير، يعني انا الرسام يعمل مشهد مع الرسمة اللي هو راسمها بلوكيشن بكله، يعني تحضير اللوكيشن ده لوحده اكيد مشكلة موضوع. يعني بياخد وقت كبير يعني. او ارسم رسمة يبقى يعني مثلا في رسمة ذا هالك كده، المتعارف عليه ان هو بيجي بيدمر الحاجات وكده. فانا كنت رسمته على المكتب. وجبت بقى حاجتي كلها. ابتديت بقى ايه، يعني في حاجات كتير قوي، يعني ابتديت الزق الاقلام بطريقه معينه تبان ان هي طايره في الهواء. تمام. الادراج بميلها، الحاجات دي. فده سبب لي حتى مشاكل مثلا على السوشيال ميديا، يعني ما كانوش بيصدقوا الموضوع ده، ان انا بعمل مثلا حاجات فوتوشوب او ان انا بركب الاقلام دي طايره وكده. ما يعرفوش ان مش مصدقين ان انت راسمها. الموضوع ده بياخد مجهود كبير قوي ان انا اطلعه بالموضوع بالشكل ده. تمام. ان يبان ان الاقلام طايره، ان الحاجات دي. فاللوكيشن تقريبا بياخد وقت اكتر من الرسم. بس في برامج واجهزه بتعمل الكلام ده بسرعه، ممكن تختصر في الوقت عن كده كتير. انت فكرتش تستعين بيها وتحط انت رؤيتك الفنيه؟ ما بيبقاش ليها نفس الحس الفني او ان حاجه. ده حقيقي. الحاجه لما انت تعملها وتبهر اللي قدامك ان ازاي ده مش فوتوشوب او ازاي ده مش معمول ببرنامج، ليها نكهه خاصه يعني يمكن التفكير بره الصندوق هو اللي اضاف لرسوماتك واضاف لكتير من اعمالك يعني حاجه كويسه جدا وحاجه مبهجه. بس ده رايي الشخصي. انا يعني عايز اشوف برضو وعايزك تشوف معايا راي الجمهور قالوا ايه عن رسوماتك بعد ما عرضنا عليهم. ماشي تمام، نشوف مع بعض. يلا بينا نطلع نشوف راي الجمهور في رسومات الفنان محمد اللي منورنا النهارده. هو بيرسم بالنسكافيه دي ما شاء الله، يعني دقة وعاوزة واحد يبقى ما شاء الله مبدع وعنده لمسة جمالية وعنده يعني المسافات والأبعاد والحتت دي بالملي. صور شكلها ممتاز، يعني اللي بيرسم حد مش عنده موهبة وعنده علم، الاتنين مكملهم مع بعض. جميلة جدا ومعبرة وفن جديد على المجتمع بتاعنا، يعني رسومات حلوة جدا. صورة الحصان بالذات أفضل من الباقيين يعني. جديدة. لا الصور كويسة جدا، بسم الله ما شاء الله عليه، فنان ممتاز. فنان يعني أثبت وجوده، يعني عمل حاجات كتير كويسة حلوة، خصوصا إن دخل رسمة النسكافيه وحاجات كتير حلوة، خاصة كمان 3D. أتوقع إن هو يكون له مستقبل باهر. اهلا بيكم مره تانية. محمد يعني انا ما زلت اهوت بقول لك انا رايي لما كنت بقول حاجات كتير قوي من راي الشارع زي اللي انا قلته لك، في دقه، في اناقه في التصميم، في عبقريه في الاداء، شكل جديد، حد معجب جدا بصوره الحصان. يعني انا نسيت اجيب سيرتها معاك بس هي رسمه هايله جدا. كل الجمهور ارائهم ايجابيه عن الرسومات اللي انت بترسمها، وكله يعني مبسوط ومبهور. يعني مش زي ما انت بتقول مثلا عن السوشيال ميديا ان ممكن يكون حد مستغرب. بس انا شايف يعني ان دي حاجه كويسه جدا وحاجه تبسطك شخصيا. يعني اكيد طبعا لما الحاجه مثلا يبقى يتشكك فيها ممكن في حد بيقول مثلا رايه بايجابيه مثلا باسلوب يعني حلو، انا بتقبل النقد طبعا. تمام. بس يعني يبقى باسلوب كويس يعني لحد دلوقتي احنا ما شفناش يعني لا انا كل حاجه بتكلم على السوشيال ميديا، يعني على الفيسبوك وكده. تمام. يعني وحاجه دي تفرحني، يعني ان يعني وصلت لمرحله في حاجات يعني ما بتتصدقش ان هي مثلا رسم. فدي حاجه بتحفزني ان انا اقدم اكتر، يعني ان انا اطور من نفسي اكتر. وده اللي خلاني اخر فتره ان انا اتجه لموضوع الفيديو.
ان انا ان انت اصور تصور نفسك وانت بترسم. وانا برسم من الاول للاخر. طبعا انا هوايتي التانية التصوير مع الرسم، فحاولت ادمج الاتنين مع بعض، يعني اطور ده ان انت مع تشتغل ده. على الموهبه دي. بالظبط. طيب فكرة يا محمد ان انت تفكر بره الصندوق، فكرة ان انت تجمع هواياتك مع بعضها يعني مش سهلة، واظن انها بتاخد منك وقت كبير جدا. يعني انت ازاي بتستثمر الوقت ده، او ازاي بتشتغل على وقتك هنا ومع دراستك ومع اصدقائك وبيتك وحياتك اليومية؟ طبعا موضوع دراستي برضو يعني مش مديني الوقت الكافي ان انا اهتم بالموهبه يعني بالشكل المطلوب. بس مع ذلك برضو بتخرج صوره وبتخرج رسمه وبتخرج فيديو. بالظبط. طبعا انا في كليه هندسه معماري، محتاجه وقت كبير اكيد من الوقت يعني، ف بحاول اوفق ما بين هنا وهنا، يعني مش عايز اهمل حاجه على حساب حاجه. ودراستي فادتني جدا في موضوع 3 دي، لان كله معتمد على الزوايا، ازاي تعمل الزوايا بتاعه الرسم وكده. حاسس الاتنين بيكملوا بعض، يعني الحمد لله ان انا في كلية هندسة مع رسم يعني. طيب دلوقتي يا محمد احنا عملنا تقرير في الشارع بعد طبعا ما شفنا آراء الناس، وطبعا انت شفتها معانا. في ناس كان ليها بعض الأسئلة اللي موجهة ليك. تمام. تحب اكيد نتفرج على الأسئلة أكيد ونرجع؟ طبعا. اكيد طبعا. خلاص تمام. خليكم معانا مشاهدينا، هنخرج حالا نشوف أسئلة الجمهور للفنان محمد صلاح اللي منورنا النهارده. هو دارس مثلا رسم، ده فنون تشكيليه، فنون جميله، دارس رسم، لان هو بصراحه لو مش دارس هيبقى عبقري. أسأل محمد، هاي الفكرة ذاتية ولا فكرة اقتبسها من اللي حواليه أو سمع عنها في مكان ما في بلد ما وإجا طبقها هون، ولا هي فكرة من ذات نفسه بيور من أولها لآخرها؟ هو إزاي قدر يوصل للحاجات دي، وإيه الأفكار تاني اللي ممكن تخطر في باله غير النسكافيه والسرير؟ ممكن هو يشترك مع فنانين تانيين زيه ويعمل حاجة باسم مصر. ايه اللي يخلي الناس العادية اللي مش أصلا فنانين أو دارسين فنون يقدروا بسهولة يكونوا بيرسموا، يطوروا من المهارات اللي عندهم؟ اهلا بيكم مره تانية. يعني اسئله كتيره موجهه للفنان محمد صلاح اللي منورنا النهارده. انا كنت اول سؤال انا عايز ابدا بيه معاك، اللي هو السؤال عن الدراسه. في يعني حد بيقول انت دارس ولا كالرسم؟ انت دارس رسم ولا مش دارس؟ لا رسم لا، ما خدتش اي كورسات او حاجه، يعني انا الموضوع كله عباره عن مجهود ذاتي. مجهود ذاتي. يعني يصح فيك المقوله اللي قالها برضو، اللي هو لو انت مش دارس تبقى عبقري. في سؤال من ضمن الاسئله عن النسكافيه، اللي هو انت ايه اللي خلاك تفكر اصلا في موضوع النسكافيه؟ الموضوع ده بعد ما انا رسمت بيه احمد حلمي رسمته كبروتري. الموضوع ده يعني نسكافيه كان بيترسم بيه حاجات تانية، مثلا الفنجان واقع مثلا نازل منه دمعة او حاجة كده. فانا الفكرة كلها ان انا رسمت حاجة كبروتري كاشخاص. يعني هي الفكرة كده. يعني انت ممكن تشترك مع حد من الفنانين الكبار وتقدم حاجة كاملة باسم مصر؟ اكيد طبعا، دي حاجة تشرفني جدا يعني. اكيد يعني. طيب انت متخيل مثلا ايه ممكن تكون الحاجة دي؟ هل ممكن تكون جداريات ولا حاجات رسومات؟ يعني لو حاجة هتبقى طبعا حاجة تشرف اسم مصر وحاجة كده، اكيد يعني حاجة تشرفني ان انا اشارك فيها. اي حاجة يعني، حتى لو جداريات، اي حاجة ترمز لمصر اكيد طبعا حاجة تشرفني ان انا ابقى في جزء ولو صغير يعني في الموضوع ده. طب ده هاي محمد، يعني برضو في سؤال اللي هو الخاص ب ازاي الشخص العادي اللي هو مش فنان ولا دارس رسم يطور من مهاراته، بحيث ان هو لو حب يرسم حاجة، حب يكون رسام. ده هيبقى لو هو بيفكر في كده يبقى هو اكيد عنده موهبة. تمام. ان هو ممكن بقول لك فكرة التفكير نفسه في الموضوع ان انا عايز ارسم، ده اكيد في حاجة جواه بتقول له ارسم. تمام اكيد. يعني هيبقى ماسك ورقة ويشخبط. فالحكاية دي لو عايز يطور من الموهبة دي يتفرج كتير على رسومات لرسامين عالميين، يركز على التفاصيل قوي. مش شرط يرسم،
تمام. العين بتخزن حاجات من اللي بتشوفها اكيد. فكل ما انت تتفرج اكتر كل ما لوحدك، يعني بعد كل فترة من لما تشوف اللوحات دي كلها تيجي ترسم يعني لوحدك هتبقى تطبق الحاجات اللي انت شفتها بالتأكيد. بالإضافة لليوتيوب في فيديوهات كتير جدا. كنت لسه هسألك برضو عن الفيديوز اللي على يوتيوب. يوتيوب والفيسبوك برضو في حاجات نطاق كبير جدا يعني، بس هو اليوتيوب يعني في فيديوهات أساسيات رسم. هل ممكن تطور وترسم مثلا تستخدم أدوات تانية، أو بتفكر إن أنت تطور مثلا من أدواتك وتشتغل على أدوات أكتر؟ هو أنا فعلا دلوقتي بدأت أرسم بحاجات تانية جديدة. حاجات من اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، يعني بالكاتشب بالجبنه باي حاجه يعني من الحاجات دي. طب وبالنسبه للوالده ما فيش اي تعليق؟ ما الفكره كلها ان احنا بعمل الموضوع ده وفي الاخر يعني اللي انا بعمله ده بيتاكل يعني. ما فيش بترسم على البيتزا مثلا؟ لا في حاجات بالكاتشب مثلا بالجبنه. فالحاجات يعني اللي انا برسم بيها دي بترسم طبق يعني في الاخر بالظبط. فبيبقى شكله يعني. طب ده هي ممكن تقدم مع مطاعم كبيره ويبقى الموضوع كبير قوي. يا ريت والله فكره. هي فكره بصراحه. انت بتقول فكره جامده. محمد انت شرفتني ونورتني. يا ربنا يخليك. احنا مستنيين يعني شغل جديد. يعني انت دلوقتي بتتكلم في كاتشب وجبنه وحاجات كده، انت جوعتنا. مستنيين منك حاجات كتيره قوي في الفتره اللي جايه، وان شاء الله يعني تنمي المهارات. طبعا تتخرج من كليه الهندسه ان شاء الله، وبعد كده تشتغل بقى بموهبتك ان شاء الله وبهوايتك وتطور وتعمل حاجات جميله خالص زي اللي احنا شفناها، ولسه ان شاء الله هنشوف احسن منك ان شاء الله. انا بشكرك وانت نورتني. ربنا يخليك. وحابب بس اشكر اي حد كان دعمني في اي حاجه على الفيسبوك، من اصحابي من اي حد. طبعا بشكر عيلتي ان هي سبب الدعم الاساسي ليا في الموضوع ده. وبشكر حضراتكم. يعني مش عايز اقول لك قد ايه احنا مبسوطين، ونتمنى ان يكون الناس اللي متابعانا وتتفرج علينا دلوقتي مبسوطين من الموهبه الحقيقيه اللي موجوده معانا دلوقتي. كل اللي احنا شفناه من رسوماتها ومن اعمالها بتقول ان في حاجه كويسه، فيها حاجه حلوه. انا بشكركم، ويعني اشوفكم في حلقه جديده مع حاجات حلوه كتيره جدا في مصر. وضروري افكركم بالفيسبوك صفحه برنامجنا فيها حاجه حلوه. كل اللي عنده حاجه حلوه، فكره حلوه، مبادره حلوه، المواضيع هي احنا بنقدمها لحضراتكم كلها حلوه وكلها مبهجه. نتمنى تشاركونا ونتمنى موضوعات اكتر منكم وتشرفونا في برنامجنا فيها حاجه حلوه، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.